الهروب ده كان بداية مرحلة جديدة، ده احنا لسه بنسمي. انت فتحت باب ما كانش لازم يتفتح يا ابني. دي كانت اول حاجة قالها الشيخ ليوسف. المرايات القديمة دي بوابات لعفاريت زمان، اللي خرج ده مش هيسيبك بسهولة، ده اتعلق بيك. الشيخ بدأ يقرأ على يوسف، ويوسف بدأ جسمه يترعش بشكل غريب، كل شوية يحس بصداع غريب، كل شوية يحس ان هو محتاج يقوم يجري. كلام الشيخ كان صادم، بس كان فيه امل ان ممكن يبقى فيه طريقة للمواجهة. يوسف بعد ما جري من الشقة قرر يكلم واحد صاحبه، وصاحبه ده راح معاه الشيخ. بعد جلسة قراءة طويلة الشيخ ادى ليوسف بعض التعليمات اللي لازم يمشي عليها. قال له اول حاجة الشقة دي ما تدخلهاش تماما وانت لوحدك، تاني حاجة لازم نرجع الشقة دي حالا ونحصنها ونطرد اللي فيها. بس طرد العفاريت ده ما كانش سهل زي ما انت فاكر. رجعوا الشقة بالليل هما التلاتة، اول ما دخلوا حسوا بسقعة غير عادية، كأنهم دخلوا تلاجة، وفجأة النور ضلم. ولما ولعوا كشافات الموبايلات شافوا خيال اسود واقف في اول الصالة. الشيخ زعق بصوت عالي وقال آية معينة، الخيال صرخ وبدأ يرجع لورا وبدأ يدخل في الحيطة ويختفي. والشيخ فضل يكمل ويقرا لحد ما الخيال اختفى تاني اكتر. يوسف كان فاكر ان الكابوس خلاص خلص، بس نظرة الشيخ القلقانة كانت بتقول غير كده. الشيخ قال لهم ان الحل الوحيد هو المواجهة، لازم نرجع الشقة دي ونطرده منها. يوسف كان مرعوب، بس عرف ان دي فرصته الأخيرة. لما دخلوا الشيخ بدأ يقرا آيات معينة والبيت بدأ يترج. الاطباق في المطبخ كانت بتخبط في بعض بشكل مرعب، لدرجة ان في اطباق اتكسرت. لما الانوار رجعت والشقة هديت الشيخ بص ليوسف وقال له هو مشي دلوقتي بس هيرجع. والنبوءة دي حصلت بشكل كان أسرع بكتير مما نتخيل.